الأسواق الآسيوية تنهي تداولاتها في المربع الأحمر وعلى إيقاع كلمات الرئيس دونالد ترامب بأن الأسبوعين والثلاثة المقبلة هي ستكون أشدا فيما يتعلق بهذه الحرب، وبالتالي ما تم خلال الفترة الماضية لربما يضعنا بأن أمريكا بحد حديث الرئيس الأمريكي هو قد سيطر بشكل أكبر في إطار هذه الحرب، ولكن لا يوجد حتى الآن إطار زمني لنهاية هذه الحرب. وحتى فيما يتعلق بتصريحاته لربما قد تكون المستهدفات اليوم هي المنشآت الطاقة الإيرانية بشكل أكبر، لكن أيضا لدينا الأسواق هي باتت تسعر هذه المخاطر وارتفاع الأسعار الطاقة نتيجة طول أمد هذه الحرب وما سيكون بفاتورة مثقلة على الأسواق الآسيوية. نيكي 225 اليوم يخسر 2.13 نقطة مئوية من رصيده وبتراجعات واضحة. كوسبي الكوري الأكثر تراجعا في الأسواق الآسيوية مع تداعيات هذه الحرب، وأيضا جلسة اليوم ب4.5 النقطة المئوية، حتى لسي اس اي 300 ب13 النقطة المئوية. بعض الأحداث التي ننظر أيضا في الخطوات المتلاحقة للأسواق الآسيوية لتعزيز إمدادات الطاقة هو ما يضعنا اليوم أمام الخيارات والعودة إلى الغاز الروسي، ولكن في المقابل وزارة الصناعة الكورية وصلت لديها شحنات نفط طارئة من الإمارات، وذلك بموجب اتفاق لتوريد نفط إماراتي لكوريا الجنوبية ب24 مليون برميل. في المقابل المخاوف تكمن اليوم فيما يتعلق بالعملات الآسيوية، وخاصة مع التراجعات التي نشهدها وعودة الارتفاعات للدولار، وبالتالي كثف بنك الاحتياطي الهندي حملته على المضاربة في سعر الصرف الأجنبي من خلال منع البنوك من تقديم عقود الروبية الآجلة غير القابلة للتسليم لكل من العملاء المقيمين وغير المقيمين، وبالتالي المنظمون يضعون سقفا ب100 مليون دولار للمراكز اليومية للبنوك في السوق المحلية. سنقف على تفاصيل هذا الخبر وحيثياته مع ضيفنا من القاهرة أحمد أسامة، محلل مالي في إيفست للتداول. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. يعني اليوم ما ننظر فيه بإطار هذه الحرب الأسواق الآسيوية قد تكون هناك خاسرة نوعا ما، الضغط على عملاتها وأيضا على فاتورة الطاقة ولربما انعكاسه على التضخم. لو توقفنا اليوم بالنسبة لوضع العملات تحديدا مع عودة قوة الدولار والتأثر اليوم بالنسبة للين ضغط عليه، وحتى بالنسبة لآخر الإجراءات نتحدث عنها للروبية الهندية، كيف يمكن أن نقيم الوضع للعملات الآسيوية؟ يمكن الضغط مستمر بصورة كبيرة جدا على العملات خلال الفترة الحالية، ومتوقع ان هو يستمر خلال الايام اللي جاية. كان عندنا نوعا ما حالة من التفاؤل قبل خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لكن مع الخطاب نقدر نقول ان الحالة دي تلاشت بصورة كبيرة. انعكس ده على اسواق الاسهم، انعكس على العملات الاسيوية بشكل كبير اللي بتشهد ضغط كبير جدا، خاصة لو اتكلمنا عن الين الياباني اللي وصل امام الدولار لمستويات ال 160، ودي تقريبا يعني اعلى مستويات وصلنا لها من عام 2024 وقبل كده من عام 90. وبالتالي الفتره الجايه لو اتكلمنا عن الين تحديدا فاعتقد ان احنا هيكون عندنا تدخلات من جانب البنك المركزي الياباني باكثر من طريقه، سواء كان عندنا تدخلات لفظيه نوعا ما بتمنع التراجعات المستمره، او لو استمر الحال كما هو عليه وقدرنا او تخطينا مستويات ال 160 اعتقد ان المركزي الياباني وقتها لن يكون امامه اي خيار الا التدخل المباشر عن طريق شراء الين وبيع الدولار الامريكي، لان ببساطه جدا الفتره الحاليه من الواضح ان اسعار النفط هتستمر في الارتفاع خلال الايام القادمه مع عدم وجود جدول زمني واضح لانهاء الازمه الحاليه، وبالتالي ده هيضغط او هيخلي دوله زي اليابان هي محتاجه ان هي تقوي عملتها بشكل كبير جدا، لان ضعف العمله في الفتره الحاليه هو بيزيد من تكلفه الاستيراد بصوره كبيره. نفس الوضع بينطبق على الاجراءات اللي قامت بها الهند. يعني اعتقد ان الهند في الفتره الحاليه هي قررت ان هي نوعا ما تضحي ببعض الحريه الموجوده في الاسواق مقابل الاستقرار. القرار اللي حصل ده هيؤثر بشكل ايجابي على المدى القصير او في الوقت الحالي ان هو هيدعم الاستقرار، لانه هيقلل او هيقلل من تاثير الاموال الساخنه الموجوده. واضح، لكن أيضا يبقى النظر لفاتورة الطاقة، وتحديدا عم نشوف تراجع في واردات آسيا من الغاز المسال لأدنى مستوياته منذ عام 2022، وبالتالي هذا يضع المفارقة اليوم، المنافذ التي سيتم الاعتماد عليها، وأيضا انعكاس ذلك على سياسات الحكومات الآسيوية. وضعت سقفا بالنسبة للأسعار وأيضا قيود. كيف يمكن أن نقيم هذه الإجراءات وتأثيرها على المواطن أيضا؟
يمكن احنا متوقع عندنا بشكل كبير ان احنا هيكون او مش هنقدر ان احنا نصل لمعدلات النمو اللي كانت متوقعه للاقتصادات خلال عام 2026 مع استمرار الازمه الحاليه. بالنسبه للنفط تحديدا احنا التاثير ابتدى يظهر بشكل واضح، واعتقد ان هو هيكون اوضح بشكل كبير جدا خلال الشهر القادم، لان كتير جدا من التعاقدات اللي تمت قبل الازمه الحاليه خلاص تاثيرها هيبتدي يتلاشى، وبالتالي هنبتدي ندخل في التاثير الحقيقي للازمه الحاليه، سواء بنتكلم عن النفط او عن الغاز مع استمرار الارتفاعات بشكل كبير. وبالتالي ده هيبتدي ياثر على قرارات البنوك المركزيه الفتره الجايه، ان هي هيبتدي يكون عندها عمليات تجديد، اعتقد ان هي هتكون اكبر بصوره كبيره، لان التاثير هيكون واضح بشكل كبير على التضخم، وبالتالي هيبتدي ينتقل لمؤشرات اقتصاديه اخرى كتير جدا. وبالتالي اعتقد ان كل نعم. البيانات الاقتصاديه هتبتدي تاثر معنا الفتره الجايه لو لم يكن لدينا حل قريب جدا للازمه الحاليه. نحن نشكر وجودك معنا ضيفنا من القاهرة أحمد أسامة المحلل المالي في إيفست للتداول. لأن مشاهدينا تراجعات واضحة على الأسواق الآسيوية في إطار المخاوف من طول أمد هذه الحرب وانعكاساتها أيضا على فاتورة الطاقة وحتى على التدخل بسعر الصرف، وخاصة في الأسواق اليابانية من قبل البنك اليابان المركزي.